صباح الخير. النهاردة اليوم السادس في التحدي بتاعنا. النهاردة عندنا تمرينة رجل. قمت من النوم، استنيت ساعة وبعد كده أخدت الوجبة. وجبة قبل التمرين كانت شوكولاتة دارك وفنجان قهوة. أول حاجة عملتها أول ما دخلت الجيم إن أنا طلعت على التريدميل 10 دقايق. ده اسمه الكارديو ورم اب أو تسخين الكارديو. بعد كده بنعمل دايناميك ستريتشز أو استرتشات متحركة، مش عارفة ترجمتها ايه، بس ان هو هنعمل كل حركة في دول 10 عدات بس. هنبدأ أول تمرين الكيبل سكوات. التمرين ده ليه بعمل السكوات على الكيبل؟ لأني بقدر أنزل فيه ديب سكوات، وأنا دايما بكون عايزة أنزل ديب سكوات عشان أقدر أتارجت الجلوتس كمان مع الكوادز. فلو ما عندكيش موبيليتي كفاية انك تنزلي الديب سكوات على السماس، تقدري تعملي الديب سكوات على الكيبل، هيساعدك كتير جدا. دايما اول تمرين هتبدأي بتمارينك لازم تعملي مجموعة تسخينية. دي كانت المجموعة التسخينية بوزن متوسط وعملت 10 عدات. بعد كده هبدأ اتقل الوزن واشتغل النورمال سات او المجاميع الفعلية بتاعتي، واللي هتكون 4 مجاميع 10 عدات بالوزن الفعلي اللي هي دي. ووزن فعلي يعني وزن مؤثر فعلا على العضلات، يعني بجيب العدة الأخيرة بكون قبل الانهيار بعدتين. بعد كده هندخل الار دي ال او الرومانيان ديد ليفت، وبرضو هعمل ورم اب سيت 10 عدات بوزن متوسط. هنريح وهندخل النورمال سيت او المجاميع الفعليه. دخلت 5 مجاميع 8 عدات 8 عدات 6 عدات 6 عدات 4 عدات، وراحه ما بينهم من 30 ثانيه ل 60 ثانيه او لدقيقه. بعد كده هندخل جلوت بريدج. هنعمله 4 مجاميع، زاويتين فوق وزاويتين تحت. يعني ايه بقى؟ يعني هعمل 10 عدات وانا رجلي فوق، اخلصهم انزل على طول اعمل 10 عدات تحت، اسمها سوبر ست. يعني 10 عدات رجلي فوق 10 عدات رجلي تحت، وبعد كده اريح واكررهم مرة كمان. بعد كده التمرين الأصعب على الإطلاق اسمها سلونجز. هنعمله 8 عدات 3 مجاميع، لأني خلاص كنت بدأت رجلي تنهار، فما قدرتش أعمل أكتر من كده، عملت 3 في 8. والتمرين ده يستحسن لو انتي ناوية تعمليه ما تعمليوش على سماس، لأن لو انتي مش عارفة كويس قوي انتي بتعملي ايه ممكن يعملك إصابة في ظهرك.
بعد كده التمرين اللي حرفيا هيغير لك شكل الجلوتس، الديب سومو سكوات. انا عملت 4 مجاميع 10 عدات، كانوا مجاميع عاديه، مجاميع عاديه. اخر مجموعه بقى عملتها دروب ست. ودروب ست يعني مثلا انا هشتغل 10 مجاميع، هعمل اول 5 عدات مثلا بوزن 10 كيلو، تاني 3 عدات بوزن 5 كيلو، واخر كام عدة هسيب فيها الوزن خالص، مثلا لو بنزل بالوزن للاقل. هنا عملت ال8 عدات او ال10 عدات بتوعي، وبعد كده سبت الوزن خالص وعملت 10 عدات من غير وزن بنص المدى الحركي بتاعك. يعني مش هتعملي مدى حركي كامل تقومي تقعدي للاخر، لا، هتشتغلي بنص المدى الحركي بتاعك. اخر تمرين كان السيتد ابدكشن. صراحة كنت اول مرة اشتغل وانا ظهري لورا، وفعلا يا جماعة صعب جدا وانت رجلك، يعني لو انت يعني انا اوريدي بقفل الجهاز ده، بقفله وانا جذعي لقدام. لما رجعت ظهري لورا دلوقتي ما قدرتش اقفل الجهاز في الوزن وقللت الوزن، فانا هعتمد هذا الوضع حبة حلوين. وبس كده، ما تنسوش تشوفوا الوجبات اللي كلتها على مدار اليوم في الديسكريبشن. باي.